السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنىكم اخوتي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم اقتراح فطيره كتجي اول حاجه اقتصاد، يعني بدون لحوم بدون دجاج. كتجي بنينه، واحد المذاق ديالها رائع بزاف. وجبه دغيا كتوجد، سريعه بالنسبه للربي. فهاد الوجبه سريعه، يعني حضرتها للفطور وشاركتها معكم. بالنسبه اللي كيصوم وباغي شي وجبه ما توقفوش في الكوزينه وبغيتو ان شاء الله في الحياه. عرفتو كتجي معلكه بنينه بدون عجن بدون دلك، غير بجوج كيسان ديال العنبه ديال الطحين. جربوها وغتنول الرضا ديالكم، لان اي واحد يقدر يوجدها. ماشي زعما شي حاجه فيها اللي معقده ولا فيها تماره ولا فيها العجين ولا الدليك، غير هي راه كتجي بنينه على بركه الله. نبداو في المقادير. كنتمنى لايك الفيديو اللي عجبتكم الوصفه، فضلا منكم وليس امر. وكنتمنى اي وحده صايمه بحالي الله يتقبل منك اختي، وان شاء الله تاخدي الاجر لا ليك ولا حنا ان شاء الله. غادي نبداو اول حاجه بالعجينه. غادي نضيفو هنا كاس ديال الماء يكون سخون، يعني بحال كما كان الماء اللي كنعجنوا به العجينه، معلقه ديال الخميره الفوريه اللي هي خميره الخبز، ومعلقه ديال الملحه. كنخلطوا هاد المكونات وكنخليوهم واحد دقيقه ديال المكانه. بعد ما كتمر ديك الدقيقه ديال المكانه كنلقاو ديك الخميره تفعلات مع الملحه. كنضيفوا واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون، وكنضيف هنايا واحد ربع خماره ديال الحلويات كمحسن للخبز، معلقه ديال الخل. عرفتو كتجي هاد الفطيره هشيشه بديك المعلقه ديال الخبز وديك ربع خماره ديال الحلويات، يعني غير ربع ديالها، واحد 2 غرام هكاك. غادي نضيف هنايا من بعد ما خلطت 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين. غادي نخلط وغادي تشوفوا البنات ان العجينه تكتلات وتعجنات. غادي نزيدوا واحد نص كاس ديال الحليب. بالنسبه يمكن لكم تزيدوه حليب ولا تزيدوه ماء، غير هو يكون سخون. صافي، يعني كاس ديال الماء ونص كاس ديال الحليب. بالنسبه انا عا بغيت نضيف داك الحليب، انا فيتا مجرباها فضفتها غير بالماء، كتجي نفس الطريقه. غير الحليب شويه كيتعتبر بحال المحسن كما قلت لكم ديال الخبز، لا هو ولا الخماره ديال الحلويات. ويمكن لكم تستغناو عليهم، تضيفوا عوض الحليب الماء، والخميره يمكن لكم تستغناو عليها. غير ديك المعلقه ديال الخل ضروري خاصها تكون، لان كتعطينا ديك الطراوه وديك التشفيشه للخبز. كيجي مشف نجم لداخل ومثقب، ما كتجيش معجنه. هنايا غادي تبقاو تطربوا بالطراب اليدوي هكا على هذا الشكل حتى تحصلوا على هذا القوام اللي كيكون ضروري مطاط. الا هزيتوا العجينه وتقطعات لكم راه باقي خاصها شويه، يعني هكايا الطراب غير بيديكم هكا. وبالنسبه اللي عند هذاك الطراب الكهربائي اللي كيعجن، المهم اللي بغات ديرها في العجانه، المهم غير المقادير يكونوا كما شفتوهم في الفيديو. صافي غادي نهز هكايا، غنلقاو داك الخويط هكايا بقى لينا هكا مطاطي. صافي راه خلطناها مزيان، يعني ما كندلكوها لا بيدينا لا حتى بشي حاجه، غير بهذاك او غير بمعلقه الا ما عندكمش حتى هاد الخلاط اليدوي. صافي غنجمع الطراف ديال الاناء ديالي ونغطيها بلاستيك الغذائي. غنخليوها غير 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. اللي عنده الدار بارده انا كنسخن الفران وكنطفيه وكنضيف فيه هاد المعجنات هادو دغيا كيخمروا في مقله. هنا عندي زيت المائده او زيت الزيتون، اي زيت نتوما كتستعملوه. مثلا ماشي ضروري زيت الزيتون، دابا راه كلشي غالي. ضيفوا زيت المائده. هنا حبه ديال البصله، حبه ديال الفلفل حمراء مع خضراء، والربيع مقطع اللي هو المعدنوس، ما كنضيفش فيها القزبر. غادي نخلط هاد المكونات ونحطهم يتشحروا حتى يتبدل ليهم اللون ديالهم، يعني يتقلاو. ماشي كيطيبوا، غير كيتقلاو، يعني تقليه خفيفه. من بعد هنايا ما تقلاو غادي نزيد هنايا معلقه ديال البابريكا كبيره، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود والملحه، ومعلقه ديال الثومه بودره. اي توابل بغات تزيدوا الزعتر زيدوه. ما وليداتي ما كيبغوش ليه، اما انا كنبغي انا الزعتر، المذاق ديالو كيعجبني. فضيفوا معلقه ديال الزعتر او اي توابل بغيتو تزيدوا نتوما حرين، ولكن بغيتو تشاركوها كما انا شاركتها معاكم ها نتوما كتشوفوا. صافي قليت هاد المكونات كامله مع بعضياتها. غادي نحيدهم ونحطهم يبردوا. ضروري خاصهم يكونوا باردين، ما يكونوش سخان. لا حطيناهم في العجينه راه غادي يعني لا حطيناهم باقيين سخان غادي تكتل لينا العجينه. وهنا شوفوا ما شاء الله، يعني الفقاعات في هذه العجينه اختمرت مزيان، ضعف الحجم ديالها. صراحه انا 20 دقيقه كانت واجده. كنخلطوها من بعد كنضيفوا هذيك الحشوه اللي حضرت معكم ديال الفلافل والبصله تكون بارده. هنا واحد الكميه ديال الجبن الموتزاريلا اختياري. ما عندكمش لا ما عندكمش الموتزاريلا، ديروا داك الجبن ديال المثلث وقطعوا طريفات صغار، وحتى هما يكونوا صغار يعني ما يكونوش كبار، وخلطوهم معاهم كيجي معلك نفس البنه. خلطوا مزيان المكونات
وفي نفس المقله اللي انا طيبت فيها شرملت فيها البصله والفلافل ما غسلتهاش، خليتها بداك الزيت اللي فيها، وغادي نضيف فيها دابا هاد الخليط كله. ما كتسرحوش بيديكم البنات، غير المعلقه كنضيفوه، راه هو خفيف كما تشوفوا القوام ديالو. بجوج كيسان ديال العلبه البنات، ما تكتروش لا اقل ولا زايد، غادي تسرحوه غير بالمعلقه على هذا الشكل دغيا، ما كياخذش الوقت، ما كنحتاجوا لا الزيت، ما تسردوا عفوا المعلقه لا بما لا حتى شي حاجه، غير بيديكم هكايا بالمعلقه. وغادي نغطيها مجرد دقيقه فقط، غير تستراح، غير تاخذ ليا ديك المسافه ديال ديال الطنجره، يعني تقاد فيها او ديال المقله. صافي كنحطها على نار متوسطه حتى كطيب كما كنطيبوا البنات. هذا كما كنطيبوا المخنفر، بحال هذا الشكل هذا كما كيطيب المخنفر كما غنطيبوها. غادي نغطيو عليها غير واحد دقيقه حتى يضاعف الحجم ديالها، وكنحيدو دابا الغطايه وكنخليوها تنشف من الفوق. ومن نشوفوا الجوانب تحمروا، كنجيبوا هاد ورق الزبده كنقطعوه على نفس الطريقه او نفس القياس ديال الفطيره ديالنا، وكنحطوا اي لوحه هكايا عندنا كنقلبوها بسهوله. شوفوا ليا ما شاء الله شحال كتجي محمره وشحال كتجي بنينه. يمكن لكم البنات هاد الاضافات اللي غتشوفوا بلا ما تستعملوهم الا ما كانش عندكم، غير هكا راه كتجي بنينه. هنا انا بغيت نديرها بذوق الطون. الا عندكم الطون ديال الطماطم يعني ديال المطيشه، حضروه. هنا ما تيكونش، قلبت عليه ضفت غير الطون هذا ديال الزيت وجات بنينه. سرحت هكايا الطون من الفوق، ومن بعد درت موتزاريلا وغادي نغطي عليها شويه ديال الزيتون من الفوق، غطيت عليها. مهم يعني تكون عندكم غطايه البنات، الا ما عندكمش غادي تضيفوها في الفران وغتشعلوا عليها من الفوق تحمر، او مثلا طيبوها على البوطه وشعلوا عليها من الفوق. الا ما عطاتكمش ديك التعليكه من الفوق، ما دابش لكم هكا الجبن، يعني طيبوها على البوطه من الاسفل ودخلوها الفران تحمر من الفوق. انا البنات هذه راه درتها غير بالبوطه، ولكن داك اللون اللي كتشوفوا درت واحد شويه ديال الحاره، يعني واحد هنايا عندهم بحال التحميره ديالنا غير هي فيها شويه الحرور. وكما كتعرفوا الطون ضروري كيبغي شويه الحروره. وهي هذه جات معلكه من بعد ما طابت وتحمرت مزيان. شتو التقديم في الاول دائما كنبين وصفاتي في الاول باش تعرف اي وحده كتبعني واش تكمل الفيديو ولا ما تكملوش، لاني ما كنبغيش هكا نخلي نجاح الوصفه تنبغي نبينها في الاول. ماشي كنضحك على الاخوات، ما يمكنش، لاني كنبغي يبقاو عندي اخواتي في القناه، وكنبغي الناس تزاد لعندي، وبغيت هاد القناه يعني تشهر حتى هي بفضل الله وفضل المشاهدين. جربوها، وصيام مقبول لا في الاجر ولا في الدين. بالنسبه لاي اخت جربيها وردي عليا دغيا كتوجد وكتجي بنينه. واهم حاجه وليداتك راه غتعجبهم، وانتي غتجيك سهله في التحضير ديالها. ربما شرحت بزاف وشي وحده لا قالت لي هضرتي بزاف، سمحوا لي، ولكن راه بغيت نعطي الوصفه كما هي. بسلامه عليكم وفي امان الله، في وصفه اخرى ان شاء الله.